القصة اللي هحكيها لكم النهاردة هي حصلت في التسعينات، ملهاش علاقة لا بمسلسلات ولا دراما ولا أفلام هوليوود. دي قصة حصلت بجد. الموضوع بدأ باتنين أمريكان، واحدة اسمها كيتي وواحد اسمه هوزيه. كيتي وهوزيه كان عندهم طفلين، وزي أي عيلة غنية في أمريكا عايشين في قصر كبير في بيفرلي هيلز. هوزيه كان عنده ولدين، واحد اسمه إريك وواحد اسمه جوزيف. هوزيه كان من أغنياء أمريكا اللي بيشتغلوا في الشو بيزنس أو في عالم الترفيه، لو أنت فاهم قصدي، وكان راجل أعمال ناجح. وكيتي مراته كانت ست بيت عايشة زيها زي أي ست بيت تانية، بتلم الغسيل وتغسل الصحون وتشطف البواب وكل الكلام العادي، ست بيت. وكانوا عايشين في حياة فخمة وحياة رفاهية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. عربيات تلاقي، حياة مرهفة تلاقي، فلوس تلاقي، نوادي خاصة تلاقي، آيس كريم هاجن داز تلاقي، كل حاجة من الألف للياء، فلوس، سيارات، عربيات، كله. بس زيه زي أي بيت وزيها زي أي عائلة، كل عائلة عندها مشاكل. بس المشاكل في البيت بتاع هوزيه أبو إريك وجوزيف، المشاكل كانت واخدة مستوى مرعب ومخيف. إريك وجوزيف لما كبروا بقوا شباب كبار، ابتدوا يحسوا إن كل المشاكل النفسية اللي كانت بتحصل لهم كانت كلها بسبب الأب والأم، أو خاصة الأب. خليني أركز لكم الكاميرا على هوزيه. هوزيه كان أب عنيف وكان بيمارس العنف في البيت، كان بيضرب أولاده، وكان في مرض وضغط نفسي بيعمله على أطفاله. ده كان بيسبب تراما قوية جدا لإريك والجوزيف. ولما كانوا بيشتكوا للأم، الأم ما كانتش بتعمل حاجة. الأم عبارة عن ست قاعدة في عالم تاني ملهية بحاجات تانية خالص، مش أم مثالية للأسف. كان كل اهتمامها بأصحابها وأصدقائها، وكانت تحت تأثير المخدرات دايما، فكانت عايشة فوق السحاب في عالم اللاوعي. اللي احنا نعرفه عن مشاكل التراما الأسرية انه ساعات بتزيد عن حدها لدرجة انه الأولاد بيوصلوا لمرحلة ممكن يهربوا من البيت، أو ممكن يكسروا كرسي غالي، أو مثلا ترابيزة جايبها من أيكيا. أوكي، لكن أفاجئكم وأقول لكم إن إريك وجوزيف اجتمعوا مع بعض في ليلة من الليالي واتكلموا بطريقة عمر ما كان حد يتوقعها، واتكلموا في موضوع أحكي لكم عليه بالظبط ما كانش يخطر على بال بني آدم. بعد ما الإساءة لإريك وجوزيف من هوزيه الأب وصلت لدرجة قوية جدا، سواء بقى كانت بالضرب أو بالعنف أو كانت عن طريق السخرية والتعذيب النفسي، وصل الموضوع مع إريك وجوزيف لأقصى حد يقدروا يتحملوه. لحد في يوم 20 أغسطس 1989، استر يا رب، إيه اللي حصل؟ قرر إريك وجوزيف ينفذوا الخطة، خطة الليمونة المجنونة. طب يا ستوب ايه لا، خطة الحياة أو الموت، سوري. إريك وجوزيف خرجوا يوم 20 أغسطس ورجعوا بالليل عادي جدا، وفتحوا الباب، دخلوا على باباهم ومامتهم. الأب قاعد بيتفرج على التلفزيون هو ومامته، الحياة طبيعية جدا. وإريك راح مطلع شوت جان هو وجوزيف. مساء الخير يا بابا، مساء الخير يا ماما. ضربوهم بالشوت جان عيار 12 جيج، مرة واثنين وثلاثة واربعة، لدرجة ان هم اتأكدوا ان هم ماتوا بالمرة. وكأن الأولاد بيقتلوا في مخدات مش في بني آدمين. سيبك من ان هم أبوهم وأمهم اللي تعبوا وربوهم في حياتهم، ولكن لحظة الغضب والانفجار، كل المشاكل النفسية اللي عند إريك وجوزيف خلتهم يفتحوا النار على أبوهم وأمهم لحد ما أشلاء الأب والأم انفصلت عن بعضها. بس في قصة بتقول ان هم بدأوا بس بقتل الاب، يا حرام، يعني هم كانوا صعبان عليهم قوي مامتهم، فما كانوش عايزين يأذوها. بس لان الام صرخت، وطبعا ازاي الام تصرخ لما جوزها يتضرب بشوت جان 5 مرات في جسمه لحد ما جسمه انفصل، فاضطروا ان هم يضربوا امهم. كل الكبت والمشاكل النفسية انقلبت وظهرت بشكل وحشي لدرجة عمر ما حد يتخيلها، وأفزعت كل أمريكا لما الموضوع بعدين اتعرف. بس الموضوع ما خلصش هنا. اللي حصل بعد كده كالتالي: إريك وجوزيف بقوا قدام جثتين متنطورين في الصالة، والدم مغرق كل مكان، وكان لازم يتصرفوا بأي طريقة.
راح جوزيف وإيريك ابتدوا يلموا الخرطوش بتاع الطلقات اللي تم إطلاقها كله، ولموه في كيس مع الهدوم، ورموا الأسلحة والهدوم في مكان بعيد قوي، وجهزوا نفسهم وهيئوا نفسهم ان هم يتشافوا بره في الشارع كأن هم ملهمش علاقة بالموضوع. وفعلا خرجوا بره في مطعم عشان يتشافوا قدام الناس، وبعد كده قال يعني يرجعوا البيت يتفاجئوا باللي حصل. بعد رجوعهم البيت اتصلوا فورا بالشرطة، وبدأ إيريك يصرخ في التليفون: الحقونا، أبويا وأمي اتضربوا بالنار. شوف يا أخي الجبروت، وشوف وصل لقد إيه إيريك هو وجوزيف أخوه لدرجة منحطة إن هم يعملوا حاجة زي كده ويكلموا الشرطة ويقولوا لهم: الحقونا، أبونا وأمنا اتضربوا بالنار. بعد التمثيلية اللي عملوها طبعا إيريك وجوزيف قدام الشرطة لما جت، والعياط والحن والمن والكلام الغريب اللي عملوه قدام الشرطة، طبعا راحوا بعد كده تاني يوم واتكلموا مع المحامي ان هم يكون ليهم حقوق في كل الأملاك، وابتدوا بطريقة غريبة جدا يشككوا الشرطة في تصرفاتهم، لان هم ابتدوا يصرفوا فلوس بطريقة غريبة جدا ومبذرة جدا. يشتروا عربيات، على رولكس، على آيس كريم، على فلوس، ويأجروا اوتيلات، ويتصرفوا تصرفات مش باين ان هم اتنين فقدوا اهلهم في جريمة قتل صعبة لسه من يوم او يومين. وابتدوا المحققين في الشرطة يشكوا في تصرفاتهم، لحد ما جوزيف اخو إيريك ما قدرش يتحمل يا حرام يا عين امه الضغط النفسي اللي كان عليه، وراح له دكتور نفسي عشان يتكلم معاه ويفضفض له ويقول له كل اللي في قلبه يا عينيا. في عرف متعارف عليه بين الدكتور النفسي وبين المريض انه اي حاجة تتقال ما تطلعش بره الغرفة، ولكن اول ما الدكتور النفسي سمع اللي عمله جوزيف هو وإيريك فورا بلغ الشرطة، واتقبض على إيريك وجوزيف بتهمة القتل المتعمد والسجن مدى الحياة. المحامي وهو بيدافع عن المتهمين ده على اساس ان في دفاع، يعني كانوا بيقولوا ان هم كانوا بيدافعوا عن حقوقهم وعن تعبهم النفسي وكانوش يتحملوا اكتر من كده. يا حبيبي لو مش قادر تتحمل اكتر من كده اطلع اتمشى شوية في الشارع، اشتري لك مانجا او كوز ذرة وكل زي ما انت عايز وارجع البيت. لكن دول اخدوا الموضوع لمستوى اجرامي وبشع، بقتل ابوهم وامهم بشكل بشع وشنيع. والقصة لسه ما خلصتش. من حوالي شهر تقريبا طلع قرار من القاضي ان هو يعيد النظر في القضية مرة تانية، لان كل اللي حصل ده يا حرام كان بسبب الضغط النفسي والتراما النفسية اللي حصلت لإيريك وجوزيف. وفي احتمال مؤخرا 2024 ان هم ياخدوا اطلاق سراح بعد 35 سنة جايين وعليك خير بقى. وانا لو من القاضي ده اخليهم في السجن لحد ما يجي لهم نصيبهم. في ناس بتقول كل ده اتعمل عشان الفلوس، وفي ناس بتقول إيريك وجوزيف عملوا كده عشان خاطر مشاكلهم النفسية. فعلا رأيك ايه؟ ويهمني اعرف تفكر ازاي. هل فعلا إيريك وجوزيف انت شايف ان كان من حقهم يتصرفوا التصرف ده بسبب الضغط والمشاكل النفسية اللي الاب هوزيه سببها، ولا كل ده كان عشان خاطر الفلوس وبس؟ قول لي في الكومنتس. اشوفكم بعدين.